إذا الله ما كذبك يا وليد هيدا العيال. إذا الله ما كذبك يا وليد هيدا الدكتور. تفضل يا وليد اقعد. كيف تعرفني؟ من وين بتعرف اسمي؟ اقعد خيي اقعد. تأخرت علي يا وليد. حقك على نفوخي يا كبير، وحياة ولادك كنت رح اوصل لعندك على الموعد اللي اعطيتني اياه لما رنيت لك هيديك المرة، بس فجأة اكيد علقت بعد. كيف عم تعرف؟ انت دكتور ولا مبصراتي؟ عم تقرا افكاري شيء؟ افكارك محروقة، مش لبناني انت؟ لا والله من غانا، نسيتك واصل لهونيك. انه لشو هالسؤال يعني؟ انه اللبناني دائما حشته العجقة منه وجوريا. ما بدي افقسك بس مضبوطة. ايه يا وليد، مبين عليك رح بتعذبني. عذابي راحوا دكتور. قل لي بشو في اخبار؟ اخ اخ شو بدي اقول لك لك؟ يلا شو بدي احكي لاحكي؟ احكي. شو بدي اعمل لاعمل؟ عم لك شو بدي ابكي لابكي؟ لك لا يا خيي لك الهيئة انت قصتك عويصة منيح عويصة وشكلك بتكتر حكي فوق الدكة. شوف شو بدك تقول لي شو اللي مضايقك بدون هالاخبار، يعني دغري باشر قل لي شو اللي مضايقك. يلا يا خيي يلا يا ولد. اخ شو بدي اقول لك؟ قلتوا لهاو يا خيي قلتوا يا ولد. خيروا ارتاح. خذ لي هيدا الحبة بترخي لك اعصابك. بتمص هيدا خيي. مرة حتى شوي مش مهم شو عامل لي فود بلوجر هون ولا خيي، هيدي حبة بترخي لك اعصابك. يلا باشر قل لي شو اللي مضايقك، خلصني. كنت عم انا زلمه حظه شيء تحير طوف انت ولا شيء خرب. خذ لي هالحبة هيدي هاي بتشد اعصابك. خذها يا خيي خذها. لعن اعصابك. حلوة فيها سكر منيح والله. مش مهم لك وليد، ركز معي قبل ما بلش اخذ الدواء معك، ما تفكرني احلى منك بكثير انا. طيب روق خليني انا يا وليد جرب ساعدك. هلا مين؟ ما دخلك مين يا خيي؟ خليني اعالجك. هلا انا خليني احاول ساعدك، هلا انت جاي لعندي. اكيد في شيء مضايقك. خليني اقدر ساعدك هلا انا يا وليد. لا تفضل. لك انت شو بتشتغل يا خيي؟ رقصني يا جدع، كانك مش عايش بهالبلد يا دكتور. لوين في اشغال لي؟ مين بيشغل مين لي؟ واسطة ما عندي، لك مش واسطة، اخراج ايد ما معي. ما معه اخراج عادي. حلو يا وليد، بدناش نعرف المشكله. يعني لما الانسان يحس حاله منه منتج بصير معه حاله نفسيه عاطله. يعني انت ابدا منك تشتغل شيء ابدا. لا يا دكتور، هيك عم ترمينا بحجارك انت. بتشوفني هلا اكل خرا،
بس وحياة عيونك اذا بترجع كم سنه لورا ما كنت ابد اكل الا سوشي، ولا كنت العب بالعمل لعبه، كنت اذبح بضفري انا. يذبح بدف. حلو حلو. طيب يا وليد، يعني هلا انت عامل شوك تقريبا. ايه الله وكيلك يا دكتور، شاكك على راسي شوك. بتصدق؟ حاسس حالي بايدي امين. نحن بنعمل يلي فينا عليه يا وليد. طيب قل لي شو كان شغلك قبل ولاي وقفت؟ اعمال حره. وليد خيي لفي ساعدك بدك تخبرني بالتفاصيل يعني شو كنت بتعمل؟ القصه بلشت لما بلشت الازمه عندنا بالبلد. طبيعي وليد، طبيعي مثل كل العالم، في كثير عالم يعني خسروا بهالقضيه، بس المفروض الامور عم تزبط هلا. ما هيدي المشكله، انا بلشت تزبط. من وقت ما بلشت تنحل امور ازمه البلد، بلشت ازمتي. ازمه وليد. ما كثير عم بفهم عليك. بالاول اشتغلت صراف، انزل على الطي ونحد الاكسبرس، كتفة اللبناني بايدها عم تلوح بالهواء، لبناني لبناني، منها بنص سياره بعرف اذا بقول بونجور ولا السلام عليكم، وبالتالي تشوف فيها قائد، المنصه انا اعرف التسعيره، دولار ب 15000 صرف 16000 وجيبها اذا فيك تجيبها يا كبير، كان الدولار اذا ما عجبني وشو عيط لي، ما ياخذ ولا يقبل صرف ابدا. صحيح مره في واحد مثلك عم يصرف عنده 20 على دولار ما كان يصرفها، يقول لي لك عينه كيف؟ قلت له خيي معه ميزان امشي لنا اياها. لا بحلال ولا بحرام كان يقبل، الله يستر ما يكون انت هو هذا. كيف لكان؟ كنا نفلم نملة فلاي، وقتها محسوبك ضرب كل شيء في دولار بالسوق. ايام خير كانت، شو مثل هلا؟ كان ضغط عامل دين مع الدولار، بس يوطى الدولار يعلى ضغط، بس يعلى ضغط طبيعي. لكن المهم انت ما تقلي على الضغط وتكفي شو صار معك. اخ صارت هالشغله شغله المال وشغله. شغله ليه؟ بس انا بدي اقول لك شغله. شغله ليه؟ قعد بيني وبين حالي وقررت اعتزل هالشغله. شغله ليه؟ وقلت ربنا بيرزق، وبالفعل رزقنا ربك بأزمة البنزين. ما محضر هذا بتبقى من الضرب، انت محلك بالحبس يا خيي. لا وحياة عيونك لا، كنا نبيع بأرخص الأسعار، شو جايين نستغل وجع العالم نحن؟ انساني وطني يشوف الحال فيه، كفي. ليه من تيجي تضبط للسيارة انزل أول واحد على المحطة، مرات نايم السيارة تحت، روح عبي بنزين، ارجع فضي، ارجع عبي، ارجع فضي، ارجع عبي، ارجع فضي، بيوم بالسوق السوداء، بقول لك أي سوق سوداء؟ سوق فوسفوري هيدا. صار محسوبك بالشارع ربك. مين؟ ما دخلك مين كفي شرب البنزين يا خيي؟ طيب يا وليد فضت السيارة خيي بعدين. يا دكتور عم حل أيام الهبر. أي أيام؟ الهبر. ربنا. طيب يا وليد قل لي شو صار معك خيي؟ بعد 3 شهور لقيت الشغل متعبة، كل نهار تحت الشمس والشتاء، قعد بيني وبين حالي، قلت ليش ما بشتغل بالايزي ماني؟ صرت انزل على الفرن اشتري شي 50 ربطة خبز وصور فيديو على السوشيال ميديا. الخبز عم ينقطع، الفرن فاضي، بدهم يموتونا الجوع، ربطة ب 10000 فيها 20000، مصاري على الحل وحياتك. سرعة على الحل هيدا، وليه انت كيف مخلينك فلتين بين البشرية الفردي ولا؟ مشكينا يا دكتور، بلد بأمه وبيه هيك ماشي، وقفت علي ما تؤخذني، هلا انت بدك تقعد تسألني سين سؤال وجيم جواب وسين سؤال وجيم جواب، بالاخر بدك تاخذ من هذيك الحسبة انه شو بتكون عملت يعني؟ نصاب شو عجبك؟ اجرب حديثك يا ولد. المهم كانت الامور كلها تمام، السودان انحلت ازمة البنزين، انحلت ازمة الخبز، صار الدولار مع الكبير والصغير والمنمط بالستريت، بلد ما بقى ينعاش فيها يا زلمه، الله يلا توصل على محطة بتعبي بنزين ديال وبتضلك رايح، هيدا اسمها تعرزاء. حضرتك، لكن انت شو دارس يا خيي؟ نعم؟ شو دارس؟ برا. حلو. انه بدل ما ترجع بتحضر يعني وتيجي تجرب تحسن هالبلد بترجع لتعمل هيك. وين برا ولا وين برا؟ برا الصف. عفوا؟ دارس برا الصف، كان كل ما يفوت الاستاذ وبكل عين هواء حيقول لي وليد ظهار. شو كان يقول لك؟ ظهر، هيدي كلمة محسوبك عاملها ميكس لأني ما بحب أحكي كثير، أستاذ عربي يفوت يقول لي ظهار، أستاذ الفرنسي يقول لي ظهار. زبونين بحجر واحد، ظهار. عبقري من بلاد، شو كنت شايفهم بالصف يعني؟ لا وحياة عيونك لا، ما كان يطلع حسي، بس كيف بدي أقول لك؟ يعني يكون في معه شيء طيب، معلمة حلوة، كتابه نوعيته أحلى من كتابي، ساعة حلوة لأنه ما تأخذني كنت استحلي، المسيح واستحلى. المسيح واستحلى، كل هذا عمره عم تحكي بالمسيح، بعدين بعد من هذا الغزلاني وبحال استحلال شيء منه هودي أدوية، مش كيف فكر بتعطي العالم بتروح البشرية يعني. إيه لما خبرتك وقت كورونا. تكون أنت اللي عملها يا خيي. كل ما مات سبيرته بميزان حرارة كمية من ساعة استعملتها مرة، محسوبك كان البتاع كله للبيع. يعني أنا اللي عم بسمعه منك هلا حاليا بدل
مين؟ ما دخلك مين عم بالك خير بعدك الرايق اللي عم بسمعوا هلا انا منك بداية اللي عم بسمعوا منك بداية انك واحد حرامي واستغلالي يعني. احترم حالك دكتور. شو؟ مش اذا الدكتور بتضحك بتزن فيه. في تفكر ما في قانون بالبلد؟ ما لا قانون. انا مش حرامي، انا كيف بدي اقول لك؟ كيف؟ بدو بعرف من اين تؤكل الكتف. كل خرا من انا تاكل الكتف ولا مخلي كتف من عشرك انت ولك لازم اكل بكتاف العالم وصرت على قفاهم. في مثل بيقول لك الشاطر ما بيموت، ومثل ثاني بيقول عصفور بالايد ولا 10 على الشجره. عيفني يا اخي عيفني شو جاي تعمل عندي انا شو في اعمل لك يعني هذا شو. من وقت ما عاد بلش شغل صار معي اكتئاب، فجاي لتخلصني من هالاكتئاب اللي انا فيه. شو بدي ارقص لك شو بدي اعمل لك انت زلمه معود على السرقه وهلا ما بقى في مجال للسرقه انا شو في اعمل لك. لا يا دكتور لا، انت فهمتني غلط. انا انسان ذكي، عندي طاقات كبيره. اخ لو في مثل 10 بهالبلد. في كثير كريم قصدي هل انت بتقتنع بالحكي اللي عم تحكيه؟ كامل قناعة دكتور، وهذا الشيء ما بيمنع اني اتلقى علاج نفسي. انا كيف بدي اقول لك يعني ما بخفى عليك من عظام الرقبه انت. اوقات بحس عندي هيك عقدة نقص منيحة هيك، اوقاتها مش دايما. بدك حشت في الذل من هون لهون عود يا اخي عود هيدي بقى نضارك هلا اصطفر انت وياه. قد ايه عمرك يا ولد؟ عمري بيأثر شيء على الدفع؟ لا يا اخي شو خلاص لعبي لك المدافع 30 سنة. طيب قل لي يا ولد شو كان في شيء كنت حابب تجيبه انت وصغير يتخطى القدرات الماديه تبع اهلك؟ انا وصغير كان عندي كثير من كل شيء، كان ما في شيء طلبته ما تأمن. بتخزني محسوبك من عائلة مرتاحة، يعني لبن العصفور اذا طلبته بيتأمن. حلو طيب يا ولد الوالد شو كان يعمل بالحياه؟ شو كان شغله يعني؟ الوالد اشتغل فترة صغيرة بتهريب السلاح بين الشرقية والغربية، بس ما طول فيها كثير، من ال 75 لل 90. قد ايه؟ من ال 75 لل 90. شو هالعيلة هي؟ بس هالقد يعني. ما طول فيها. بعيد من النوع الشريف اجلك. شريف طيب هل عانيت من التنمر؟ انا وصغير لا. وانت وانت وكبير؟ انا وكبير كمان لا. طيب عبالك تعاني؟ بالاذن. الو. ايه منال؟ شو حبيبي؟ هلا وصلت عند الدكتور. لك شو؟ سمعنا شوي. شو قلت ايه؟ بحكي عم مهلك مش عم بفهم. لا. سمعنا شوي ولو سلمي. شو؟ طلبوا الضرب؟ لك شو طلبوا الضرب؟ ما تجينا من اول الشهر بدفع لهم. لا اوعى تقولي لهم انا وين؟ بدك معي تسكر البلد ب5 دقايق، بس هلا مالي جديده. مش عم عيط. خلص باي حبيبي، سوري حبيبي. دكتور قد ايه ماني مش شايف؟ مثلك بوبو عيني ما شاف، وها علاج عيدك رح يكون. نحن بنعمل يلي فينا عليه. دكتور ما خبرني، فيها دودو الشغله؟ شو فيها؟ لك دولار من غنجو دودو، فيها دودو الشغله. شو بدك تعمل حكيم يعني؟ انا شو بدك تقعد تتسمع للعالم وبتحوش لهم حبوب بينيعوا. طيب وليد خلص موعدك اليوم انت خيي بنبقى بنحكيك بالنهارتين نحن. بس انا بخلص كل شيء عندي. ما فينا كل شيء بذات النهار خصوصي انت يعني. مش هلا قالت لي مدامتي سيارتي ما راحت على السوق. فلا ترجع وتجي بتاخذني وهيك. يا زلمه النسوان البنشر دولاب هلا عم تخبرني. فبين ما تصلحها وهيك تيجي تاخذني، في مشكله اذا انتهت عندك؟ اذا الدولاب بمنشر منا مشكله، المهم مش شيء كبير يعني. عيني. شو في ما في؟ تحكي معي؟ شو الاخبار يعني؟ ماشي انت. هيك بده يضل لبلدك يا دكتور؟ شو خيي؟ انه هيك بده يضل البلد ما في 10 سنين نعيشوا مثل العالم والناس؟
بلاقي فيه كوبايه. كيف؟ عمول الله يهدي البال. لك ما اختلفنا، بس انه نحن شعب بحب الحياة، دي عمر هالبلد تصير فيها هيك. حب من ميله وحده هذه. كيف؟ عمول الله يهدي البال. لك ما اختلفنا، بس انه قليل يا زلمة، وصلونا نصير نسرق من بعد سرقة. ما صار في سرقه منك ومن امثالك وصلنا لهون. كيف؟ عمول الله يهدي البال. ليش بتطلع معك الاسطوانة؟ لوين؟ شو حريجي انت ورفيق؟ لا بس من باب الاستنارة يعني. نازل على المطعم من تحت بدي اجيب اكل، تاكل شيء؟ دخيلك. منفوخ. خذ راحتك المكتب مكتبك ايه؟ ممتاز. شفت جيتك من السما. يقعد يفوت هيك بلد مليان حرامية، يقعد يفوت حرامي بغيابك، ايش شو الاخضر واليابس؟ ما بيتأمن لحدا يا زلمة. هو لو في شيء خايف عليه ما خليتك هون انا. كيف؟ عمول الله يهدي البال. بيجي ليتقال شو واحد بيبهدل. مين عايز يصير حلو؟ في البيت؟ هل نفتح تيك توك نطلع لنا قرشين؟ بونجور اعزائي المتابعين، انا اللايف كوتش تبعكم مثل العاده. هينا اليوم عم بتلقى علاج نفسي عند حكيم نفسي، بس ما فينا نقول وين العياده لاسباب شخصيه. حكيم النفسي مثل حاله حكيم تاني، ما بيقل شأنا ولا 1%، بالعكس القعده معه بتخلق راحه، بخلصكم من عادكم النافعين منذ الطفوله. بعتوا لي تحديات لنشوف، يلا بالإذن لحظه. عياده نفسيه قالوا؟ نعم. والله الدكتور مش هون، نزل على المطعم. أنا دكتور زميل لإله، عم نخترع دواء للاكتئاب واضطراب ثنائي القطب. مين بقول له بس؟ مدامته، يا أهلا وسهلا مدام، كل القعدة جوزك عم خبرنا عنك وعن علاقتكم قديش حلوة. صار لكم شهر مخانقين. طيب عندك اكونت على تيك توك مدام تعملي لي فولو؟ شو هالوقت هيدا؟ مين بيطفش منك؟ عقل نرجع لموضوعنا. بعثوا تحديات لنشوف، تبعت لي اسد اذا بمشي على الارض، لعيونك يا كبير. نعم، اسد تاني اذا معوق، لعيونك يا منكرم. او 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 بس شايل يلا. تاني عيادة، البيطري تاني عيادة. البيطري تاني عيادة. دكتور شو جابك هلا؟ ضلك تاكل؟ دخيلك منفوخ. دكتور عم عيني من نفخه ليه او لا؟ كتر كرامة هاي. كيف؟ روح شوف حكيم معدي يا خيي، حكيم نفسي انا. مش كله طب بطب يعني؟ قوم شوف لي وين صارت هيدي العمدة، كأنك هلكت الله خلقني اليوم، يلا. الو، ايه منال؟ بعدين نترك عنا؟ ما بدي بقى اتقل على الحكام. شو؟ طب حليها معهم كيف ما بدك، بس اوعى تقولي له انا، اوعى تقولي له انا وين. باي. يا زلمة القدر. خير خيي. صلحت الدولاب، مشيت متر رحت البطارية، قاعد اتصلت بخيا، هلا بيجي هو، بيظبط لي اياها يعني، وبضلوا جايين ياخذيني، ما مش حيعود.
الله يغمض الدكتور. دكتور ما بدي احش مناخيري بشي ما خصني فيه، بس خير ما عملت شوي ما بينعش معي يا زلمه. شو هي؟ ما ضمنتك ما بينعش معي يا زلمه. ايه ما صار لي شهر بخير انا يعني بتعرف انت مرتي؟ ما بعرفك ولا بدي اعرفك. لا واحكي مشان الله. ما بعرفك ولا بدي اعرفك. بس انت بالمطعم دقت بتجرد ردك على لا يا زلمه تخيل. هو ايه قلت لها انا بالمطعم. يعني بتدق عليها. فتح التليفون لحاله وحياتك. وين صار حيا مرتك يا خيي؟ روح خد بطارية سيارتي بتحرق عني. ايه منال وين صرتي؟ عم دقر على الدكتور انا مش متحملني بقى. لا يا زلمه النسوان يا زلمه. دخل الجناب شو فيه؟ اعترف ليه بتفكير من البيت؟ خليته عند الدكتور عند السيدة. ايه؟ عمول على قد البن، الله قد البن. شو قالت لك لما دقت لهون؟ بتعرف ليه بتفكير من البيت؟ مرتي ايه مش مرتك يا بغل؟ سألتنا عنها قلت لها هي بالمطعم طبش تخط وجهي. طيب بس شغله صغير، كيف بتعطي حالك حق ترد على تليفون مكتبي انت؟ انا قبلتش زبونه او زبون ما بدي اروح عليك زبونات. يا الله. ايه والله شغلني عندك سكرتير السكرتير. ليك خيي انا لاول مره بمسيره حياتي المهنيه كلها رح بعرجك من اول مره. عن جد؟ لا عفوا لا. على ظهرك يا بغل. قلت لي انه بيك كان يتاجر بالسلاح ويبيعهم بين الشرقيه والغربيه صحيح؟ فترة صغيرة بس من 75 ل 90 صحيح. خذ هاي. دكتور هيدي على كبدي دكتور. دكتور هو الأرمي كنت توقف وتصرف للناس باللبناني وتبهدلهم بالدولار صحيح؟ صحيح. اخذ هاي. دكتور ايش خسرت عظمي يا دكتور. رجع وطي لي ايدك من هون. خلص يا دكتور. وقدرت البنزين تروح توقف وتنطر وما تخلي دور للعالم وترجع تروح تبيعهم للعالم بالسوق السوداء اللي ما خليت لها دور صحيح؟ سوق الفوسفورة هيدا. صحيح. خذ هاي. دكتور هيدا عم بعد افتحوا بعد هيك. وقت الأرمة الأفراد تروح وتجيب خبز وتبيعهم بالسوق السوداء صحيح؟ صحيح. اخذ هاي. دكتور خلص بشرفك. بعشتي اتحمل. رجع وقت الكورونا تبيع العالم كمامات مستعملة صحيح؟ فهمت اللعبة. أنا بقول لك صحيح وأنت بتضرب. أنا بقول صحيح. رجع لهون رجع هون كفي لك هذا العلاج رجع. خلص يا دكتور هيدا علاج ولا تحقيق؟ علاجك الوحيد هذا رجع لهون اعمل لك. قد ايه عم سلاف هارون؟ عين سلاف. فرجيها مين الرجال بالعملية. شو دخل؟ ما دخل. الو كم مرة قلت لك ما بقى قد ايه لهون؟ هلك تسمعيه ولك بيتعلم عشان ايه؟ على الباقي مش ماني راجع، ماني ناوي ارجع، ماني مضطر ارجع. ليه؟ جبت لي هالولد بدات اعرف اعطيك اياه وليه؟ كيف قلت لي ولك الله يعرف صرفها بالجمعة 1000 دولار، ولك شو حكيم بسوائل انا حكيم هون. لك يصفي واحد هبيله ليه خليه يشرف لعالناس؟ شو كنت هيك حط عينك بعيني، حط عينك بعيني. حافظ على متمكن من كرامتك لهون ما شو دقيقة، حكيم نفسي عقدتيني وليه؟ عقدتني يا زلمة. روح. طول بالك دكتور. روح. ارتاح. اشتاح. اشتاح دكتور اشتاح. لا اشتاح. اشتاح. ايه دكتور كيف في يساعدك؟ كيف بدك تساعدني انت والله يساعدك ولك. خليك لحظة مظبوط. بتقلي هون هيدي بترخي الاعصاب. هيدي بتشد الاعصاب. هيدي بتشد الاعصاب. طب انا بقول مجرور خرا يا اخي. صحيح. دقلي هيدي بترخي الاعصاب. ايه كم سنة لك مجوز؟ 4 سنين.
تندم بعد المرات انك تزوجت. شو خيي شو السؤال؟ هل بتندم بعد المرات انك تزوجت؟ مقطوع كنت هون انه شو بتقول؟ هل يا ترى فكرت بالطلاق؟ بحسب اللي شفته بشو بقول انا مش عم فكر الا بالطلاق. حسب اللي سمعته عندك ولد، قد ايه عمر اسم الله؟ الشهر الجاي بيطبق الخمسة. حلو. كيف؟ ما قلت لك 4 سنين مجوز. ليه انا مجوز؟ مضبوط. يعني لو ما لحقتوا حالكم كان طلع ابن حرام. روح يا ابن الحلال. مش موضوعنا هيدا. هل سبب الخلافات بيناتكم هي معنوية أو مادية؟ شو قصدي المعنوية؟ انا ما فهمت هذا. هن بيجوا ورا بعض، يعني معنوية مادية أخلاقية ورا بعض. شو بدك مني يا خي؟ أنا بدي أعالجك دكتور. يعني كيف بدي أقول لك؟ مشكلتك أنا فصفص لك إياها فصفص. زيد حليب كاين، خاتم قارب نسوان بس. يعني انت فيك تحل مشكلتي يعني؟ كيف لك يعني؟ أنا اللي بحلها بس. بس شو هون؟ بزنس از بزنس. 50 دودو. دودو دولار قطعت معنا. 100%. 50 دودو. انت حل المشكله ب 50 دولار؟ فصفص لك اياها فصفص، انا عندي. بس بتحل المشكله. ولو يا دكتور. ايه شو وجعك؟ اخ شو بدي اقول لك شو بدي احكي لاحكي قد ايه بدي اشكي لاشكي شو بدي اعبر تعبر قد ايه بدي ابكي لابكي شو بدي اعمل بس جميع الحقوق الادبيه والفكريه محفوظه، هيدا انا قايلها. خلي عندك شخصيتك مستقله، عمو معروف. روح كان بدي اسالك، هل لا مش هل. يا ترى لو ما هديك الشغله انت يعني ما كنت مجبور فيها؟ انا هلا مجبور وهي مجبوره، يعني مجبورين ببعض والله جبل. كيف؟ يعني كيف بدي اقول لك دكتور؟ انا حياتي يعني ما فزت بعلاقه حب وكانت ناجحه. يعني غريب مع انه المفروض يعني الواحد مع الخبرات الواحد بيتقدم لقدام بيتحسن، يعني انا غريب امري للحقيقه يعني. كل مره بتكون ابشع من يلي قبلك. انا عيون حلوين كنت. عم بحكي عن التاجر يا بني ادم. بعرف عم لطف جو. المهم برمت السند والهند ما كنت لاقي بنت الحلال، فرحت وفتشت ما كنت لاقي، برمت السند والهند ما كنت لاقي بنت الحلال، فاخذ بنت الحرام. هي بنت حرام ولا؟ التجربة بنت حرام وبنت كلب. تجربة. ايه دكتور؟ خبرنا عن لقائكم كيف صار؟ كيف صار؟ يعني بالعادي بيقولوا انه الولد هو نتيجة حب بالعادي، الا ابني انا نتيجة سكر وعربدة. كيف يعني؟ يعني كنت قاعد بمحل ومتقل شوي بالمشروب، يعني وعم فكر لاقي ولا وحدة عم تقبل فيي، هونيك وحدة الله كببها قدامي، ما في حدا بالكون قبلان فيها، ومتقلة شوي بالمشروب. هلا متقلة شوي بالمشروب، مع متقلة شوي بالمشروب بيعملوا متقلين كثير بالمشروب. ايه وصار بس بتعرف حلوين الولاد، قل لي ابنك مين بيشبه؟ عنيت الوسط. كيف؟ امه يا خي امه. عقله شوي خربت لي. شو عم تحسب؟ عم تحسب الله ما خلقني، شو عم تعمل؟ شو عم تعمل يا خي؟ بعلم الاخلاق في حسابات. يا خي شو عم تكتب؟ يا دكتور قبل شوي كنت كل ما ناس بتبلش انت بالكتابه، عم شوف اذا بتزبط معي شغله بحكي من نفسي. ومن عندك ولا؟ ها؟ عم تبلفني ولا؟ ومن عندك؟ حتى هيدي قربتها ام ولا؟ لا يقطع هبلتك. انه بشرفك هيدا مظهر حكيم ها؟ برون برون. شوف لي وين صارت هيدي اللي عندك وخلصني من اياها كل يوم. طفى، هي ما بيطفي. خد تليفوني خيي بتشوف لي وين صارت. الو انا حبيبي، عرفت
حسيني من صوت حبيبي. شو صار عنا؟ دارك بعدني؟ طب ليك اسمعي شو في رفيقي سمعان كمان حرامي عنا بالحي، هو دليهم عليه بيمشي الحال. ردي لي خبر. باي باي باي. شو جابك انت اليوم؟ حكيت اشياء ما كان لازم احكيها. دكتور لازم تشوف دكتور، وضعك مش مظبوط. بعرف. تعرف لك شي حدا شاطر؟ انا بتعرف، شوف شي حدا من اللي كانوا معك بالجامعه. بالجامعة، قول الله انا احلى واحد فيهم. دكتور نسيت خبرك، كنت اشتري تشيكات ارخص من سعرهم وبيعهم ونعمل قرشين يعني. شو جاي عم تعترف عندي ولا خيي؟ انا خلص شخصت حياتك ومشت هذا. عن جد؟ شو طلع معك؟ طلع معي العمايل، شو طلع معي؟ الصديق اللي مثلك اكثر من الهم على القلب. شو بيطلع معي يا اخي؟ نحن شعب هيك نعتبر الاستغلال ذكاء، الزعرة نعوبة، السرقة حلال. ما لك علاج يا اخي. وافترض في علاج. ايه بتعرف كم حكيم بدك ليغطي عدد المرضى؟ كثير؟ قد عدد المرضى. بدك تشرب البيت؟ في مبيد؟ تشرب او لا؟ اشرب مظبط قاعد كمان. اشرب بيد. دكتور نسيت خبرك اني اشتغلت بالمشروب، اشتري مضروب وبيع على اساس اصلي. هيدي من عندك يا مسبع على الكرات انت. يا دكتور ظروف صعبه بدنا نعيش، شو بنعمل؟ على راية اعتماد الرهباني، ما في الا حل واحد خيي، صعيدي يابا ودعوس. مين اللي بده يتعوز؟ كله من الكبير للصغير، دعوسي ماشي. حلو. ما في. طيب مين بده يتعوز؟ كله من الكبير للصغير، دعوسي ماشي، ما في. ما فهمت عليك. كله يدعوس كله يا اخي. المهم انه ما يضل مخبر يعني، بدنا نبلش على نضيف نحن. بتحبوا لزياد؟ بسمعوا من وقت لتنين. ايه؟ مرة كاتب عنه قصيدة كمان. عن جد؟ سمعنا اياها. لا مش بدك اتذكرها هلا يعني. في وقت، هي هون عندي بالباقيين. شغلة كثير حلوة هي، بس خليها تخطر على راسي. خذ وقتك. ها؟ بتقول تخلص، نسيت. في وقت. بتبلش خلصت السهرية من زمان وانت فايق وفكرك على البلد. يضب اغراضك وقوم فوت نام. ما في مين واعي ولا في مين له جلد. الشعب العنيد قارة نومي على موسيقى هدوء نسبي بالخلفية. لا بيقوم ولا بيتحرك لتدق طبول بزمان الطائفية. شعب بلا ولا شي بيتفائل وبيقول لك بيمشي الحال بهاليومين وبيبرم لتاني مايل بينام قرير العين. معلوم. وبالنسبة لبكرة شو؟ مش كتير مهم. عنجا نخلص من اليوم. وبخصوص الكرامة شيل ولم. صارت مثلنا غرقانة بهالنوم. والفيلم الأمريكي الطويل على كل الدول وكتروا منه الأجزاء. وصار كل بلد لدولتنا يقول أنا اللي عليك مشتاق. كل شعب بهالكون له اسم. نحن مخلوط الحابل بالنابل. حتى اختصر الحديث يمكن نحن شعب الشي فاشل. رسالة إلى رياض. بعرف ما انت لو فهمان ما عملت اللي عملته. شو بدي خبرك يا دكتور؟ مرتي مالناش بالسوق. ايه بعرف ما كيف؟ كيف؟ ولا قطعت السيارة. ايه بعرف كيف؟ دارك عنده البيت بدهم اياني. كيف؟ ترك عندك بالبيت شو عملوا
ليش وخابص؟ ولا شيء، وحياة الله ولا شيء، ظلم متبلي وحياة الله. دقت لي مرتي قالت لي تجيش على البيت تعرفني علاتي ترللي كسر الدنيا فوقاني تحتاني. بس خليهم ما بيعرفوا حالهم عاملين علقانين، ما بيعرفوا انا مين. ليش انت مين؟ خليك معي. ضع. انا مظلوم. نيال المظلوم عند ربه بريء. نياله ايش تعيط وتصرخ ولا انا لحالي اخذوا لي شاهد بدي اروح فيها مقبض منك عامل شيء مشترك شيء مش عامله انت ولخيك. لا يا دكتور انت مخك شطح بعيد ما بدهم ايانا لكلها ولعديتوا لك اياهم. والله وشو اللي مخليك متاكد يعني؟ لانه لو هيك ما رح يبقى محل بالحبوسه. افحبتني فيها هيدي معك. ما بدي افقسك بس مزبوطه. حتى هيدي قربتها. طيب هلا اكيد انا منه انه الدرك ما اجوا ليشوفوا شكلك، هي شيء مش حلو الواحد يشوفه لانه اكيد عامل شيء لحتى اجوا، شو عامل يعني؟ يا اخي يا ابو الحبايب، القصه وما هنالك ان مدين مصاري من كم واحد عنا بالحي. وكيلك الله ظل نفضني بهالقرش، وقد من ولاد حرام راحوا طلبوا الدرك. بس بحسبك حمار. صحيح. حمار وما دعك كمبيالات. صحيح الكلام 100% دقيق. طيب اللي عم بفهموا منك انه هلا انا حاوي عندي مطلوب للعداله يعني. عدالة مين؟ عدالة مين؟ بشرفك ما تصغدرنا عليها. عدالة معك؟ لا منه معك. العدالة عند الله يا خيي. وين العداله؟ عند الله. يعني صار لك من اول ما فتت لهون كثير عم تحكي عن الله يعني كثير بتحكي عنه لله، هيئتك بتآمن منيح انت. أنا كيف بدي لك؟ عايش كل حياتي هيك بنور الله. بشو عايش حياتك؟ ركز معي. بنور الله. جبران خير جبران بيقول ما أكثر عبيد الله وما أعظم متاعب الله بعبيده. حكي كبير عم ينحكى. شو بدك تعمل؟ خلص يا دكتور عيفنا يا زلمه، ساعة زياد وساعة جبران. دكتور ولا فيلسوف انت؟ لا، وبالاخر بيستغرب ليه ولا بنت قبلاني تحكي معه. حشات الله اذا تسلخها هيك جملة لا تلعن ساعة ولا فتك فيها. عم تعيرني انه ولا بنت قبلت فيي يا حرامي يا استغلالي؟ انا حرامي استغلالي يا اللي جايب ابن حرام عم بحاضر بالعفة؟ انا ابني ابن حرامي ابن تاجر سلاح بالحرب الاهلية؟ صاحبي كان تاجر سلاح، بس كان دائما الناس توقف اطلاق النار. شو هالدوار عم تفوتني فيها ولا؟ انت زلمه بيستغل كل الازمات لتمص دم العالم. وانت رحت خبصت هون وخربت بيوت العالم. انا ما خبصت، انا بالعكس انا عمرت بيت بدل هي الحريه الشخصيه هيدي مش عم باذي الناس مثلك. شو الحرية الشخصية وانا مجوز بس شرموط؟ بعد مرور أسبوع على التفجير الذي هز العاصمة نهار الجمعة الفائت، نستقبل اليوم عبر أثير إذاعتنا أحد المتضررين جراء هذا الانفجار، وسنأخذ شهادته. اسمي وليد، عمري 30 سنة، بشتغل بالأعمال الحرة. كنت بعيادة نفسية عند دكتور عم نخترع دواء للاكتئاب واضطراب ثنائي القطب. السودان يا غافل إلك الله، بيطلع انفجار وطيرنا من محلنا، وبعد لهلأ ما عرفنا شو سبب. أنا صار معي جروح خفيفة بس حرام الدكتور لهلأ بعده بالمستشفى وحالته خطرة. نشكر الله على سلامتك عزيزي المواطن، وجميعنا نطلب الشفاء للدكتور وجميع المصابين جراء هذا الانفجار، والرحمة لجميع الشهداء والضحايا. أستاذ وليد، شو بتحب توجه كلمة بخصوص اللي صار معك؟ بعد هذا الانفجار طلع معي هيك قصيدة صغيرة حابب اتشاركها معكم. بتقول خلص السهرية من زمان وانت فايق وفكرك على البلد، ادب اغراضك وانفوت نام، ما في مين واعي ولا مين له جلد. الشعب العريض قارب نوم عم موسيقى هدوء لا بيقوم ولا بيتدخل ولا بيتحرك لدقة بول زمان الطائفية. وبالنسبة لبكره شو؟ مش كثير مهم، ما جاء نخلص من اليوم، بخصوص الكرامة شيل ولم صارت مثلنا غرقانة بهالنوم. والفيلم الامريكي الطويل عدا كل الدول، كتروا منه الاجزاء وصار كل بلد لدولتنا يقول انا اللي عليك مشتاق. كل شعب بهالكون له اسم، نحن مخلوق الحابل بالنابل، حتى اختصر الحديث يمكن نحن شعب الشفاشي. الى زياده. بدي افسكم بس مظبوطه. حلو. يعني بالاخر
عليه سبوت لايت. مبدئ اسمه اهلا استاذ، اهلا، تفضل تفضل تفضل. كيفك يا ابن العظيم؟ اهلا وسهلا بالاستاذ، تفضل تفضل اقعد. كيفك استاذ؟ الحمد لله. وين صارت هالمسرحية الشكسبيرية؟ جيت بوقتك استاذ، صار كله يعني كله صار جاهز براسه وعلى الورق. بس مثل ما اتفقنا. ما عاد ضرب استاذ، الانتاج ما راح يكلفك شيء، الله لا يكتب حدا، عم نسرح فيه شخصين، الحكيم والمريض تبعه. ما بدي اكذب عليك استاذ، كل الواحد عم يتخيل هيك انه انا الحكيم وانت المريض، ليكونوا الشخصيات هيك من لحم ودم يعني. وحياة الله. ايه شغله تشبيك. وليش ما تخيلت انه انا الحكيم وانت المريض؟ على كل مش موضوعنا، ايه بمثل فيها. لا لا يا استاذ مش هيك قصدي، انا عم بقول لك عم بتخيل، لا انت حضرتك المنتج يعني، نحن بدنا نجيب حدا بيمثل اول الدور يعني. انا ممثل قوي، شو اللي عم يمثلوا احسن مني؟ انا المنتج، انا دافع، انا بأرج. ايه بمثل فيها. طيب استاذ ما بدك تعرف الاول قصه المسرحيه، بركي ما حبيتها. مثل ما اتفقنا، بيهمني الواقعية والجرأة بالطرح. وعندك كامل الحرية تكتب اللي بدك اياه، اهم شغلة بدي المشاهد يشوف حاله بشخصيات المسرحية. بالضبط استاذ، انا هذا اللي عملته، هي المسرحيه بتحكي عن قبل شو عنوان هالمسرحية؟ اللي بدي ادفع مصريات عليها، شو عنوانها؟ انه ما فيك تسال بلا متربح جميله يعني. كيف؟ عم بقول الله يهدي البال. شو عنوانها؟ عنوانها ما بدي افقسكم. ما رح تفسني، قال لي شو اسمه؟ هي اسمها استاذ ما بدي افقسكم. شو هالاسم الخراندة هيدا؟ مش حلو، غيره. لا استاذ ضابط على المسرحيه، تعرف القصه بالاول. خبرنا على السريع، ما تضيع لي وقتي. هي يا استاذ بتحكي عن واحد لبناني استغل كل ازمات البلد لمصالحه ممتاز ممتاز. ازمات وما ازمات، العالم بتحب العن والزن، تابع. خليني اتابع انا وحاجه علم الزنة. هي بتحكي عن واحد لبناني استغل كل ازمات البلد لمصالحه الشخصيه يعني، هلا لما ضبط البلد بصير معه حاله. ظبط البلد؟ انا هيك عم نسمع استاذ، عم تحملني مسؤوليه كل شيء انت داير، اسمع مني وكب البحر، بعدين المسرحيه هيدي فيك تتخيل فيها انت. انه ضبط البلد. تابع. فلما ضبط البلد صار معه حاله اكتئاب عويصه، وبقرر يروح على الحكيم يعالجه منها. الفكره وين؟ انه بيطلع الحكيم بذات الوقت وهو معقد. شفت كيف؟ ما فهمت عليك. وعشو لكان استاذ يعني، خليني يعني كانه حكيم الرئه صار معه كونسير بريق، يعني هو بيطلع زلمه معقد من النسوان وعنده مشاكل مع مرته وكذا، بس الفكره وين؟ انه المريض القديم تبعه بيسرق منه المصلحه وبصير هو الحكيم بس كبها على الزباله. عفوا؟ كبها على الزباله، واذا مش عاجبك شك وراها كمان. ليش عم تحكينا هيك استاذ؟ يا عيب الشوم عليك، قلت لك بدي مسرحيه، هاللي كاتبه انت هيدي مسخره. لا مسرحيه هيدي مسخره، عم بتقول بمسرحيتك انه في فئه من الشعب حرامي. صحيح. يا عيب الشوم، يعني كيف بدي اقول لك، نحن خليك معي. شو؟ خليك معي. شو هذا؟ شو؟ نحن الشعب العنيد، نحن الشعب الذكي، اللبناني كيف بتكبه بيجي واقف. كيف انت بكتابتك هيدي عم تخرب سيت البلد، عم تفرج صورة مش حلوة ومش مزبوطة عن البلد. استاذ انا ماني عم بشمل حالة فردية هي. شو هالحالة؟ يلعن هالحالة، قلت لك بدي شخصية واقعية، طالعة معك المسرحية من الخيال العلمي، ما عجبتني ابدا. بعدين ليش ما بتعمل مسرحية انه زلمة كان يساعد العالم الفقيرة والمحتاجة بالازمة؟ استاذ احداث المسرحية بتصير بلبنان، وين في منه نقط؟ ما لانه بلبنان، شو بدك اكثر من هيك واقعية؟ نحن خليك انه ليه ما بتقول انه بالرغم من كل الصعوبات والظروف الشعب اللبناني قلب واحد وايد وحده. ايد وحده وين عم تشوفها استاذ؟ انا صراحة مش عم شوفها الا بعجقة الساير يعني. بعجقة الساير يعني مزبوطة، ايد وحده. بعدين كيف بدي لك؟ نحن شعب بحب بعضه، نحن اذا جارنا مضايق ما بننام، اذا جوعانا نقطع عن تمنا نلاقي من نطعميه، ما نوصل له من لحم كتافاتنا لنجبقه. يعني استاذ انسى كل هالخرط اللي عم تخرطه وهالكذبه اللي عم تكذبه، بس انه عفنت الوقت 50 سنه بعدك مش حافظهم، بعدك عم تقراهم
صدوا لي حرف ولا كاتب مرتزق صحيح؟ انا المرتضى صح؟ تعال هون لشوف تعال. شو؟ أي سفارة دفعت لك لتكتب هي؟ ما في خبر. مين دفع لك لتخرب سيت البلد؟ اختار. يا عيب شلون؟ طيب استاذ يعني انت عم تشوف رايك تحكي المسرحيه يعني. إيه مو معك خبر. تحكي عن الحرية. لا مش إيه، خليكم معي لحظة. شو هذا يا اخي؟ كتير روق. فنون. تعمل انه شاب وصبية بيحبوا بعضهم، بياخدها مشوار بالتلفريك، بيطعميها بوظة وهيك وينبسطوا، من ما اللي بتفرجيها جمال لبنان، ومن ما اللي بتشجعها سياحته. مشهد مسلسل لبنان هذا استاذ. بعدين انت التلفريك كيف بدي اركب لك اياه على المسرح انا؟ قابل من هون لهون وبتقطع علبة بالنص، ما بقى تحط عصير الدوليب وبيرجع بعدين. انا بقول لك روح. ايه نقلني. الروشه روشه. 100% بعدين بيتمشوا على الروشة وعصافير عم بتزقزق. كيف بحط لك الروشه والعصافير على المسرح على استاذ؟ ما بدها شيء، صخرة، شوية مي وصنديفة، ما بقى تحطوا عصير بالدوليب. بيرجع بعدين تعمل انه الشاب بيكتشف انه البنت اللي بيحبها كانت تحب خيه قبله. لا 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 لا، تقعد تصير عالمية ونضحك العالم علينا، مش مزبوطة. شو هي بتصير عالمية؟ اللي عم فكر فيه بدي ضارب على شكسبير وطوليير، شكسبير وموليير. مش مثل هالمسخرة هودي. تعملون انه كانوا يساعدوا العالم الفقيرة بالأزمة. بيجي التلفزيون تبعيد بده يصور، بس هن ما بيقبلوا، ما بدهم تعرف ايدهم اليمين، شعبة ايدهم الشمال، ونسمى المسرحية ترو ستوري. حلوة. انت هيك بدك؟ حلوة؟ برأيي يعني؟ أكيد. يعني لا. كيف؟ يأسفني قال لك لا يعني. ممتاز. بكل عينه حلا. وليه انت مين اعطاك هالحرية؟ رد لهون، انت مش خارجك حرية وليه؟ انت كاتب انت؟ كاتب صرميتي انت. دقيقة استاذ ايه؟ دقيقة ولو فنون هي بركي قلت لك مع شي كاتب تاني. اجباري. وطنيات هودي الارض الحكي. طبيعي. ومدرسة هودي انت ولا شي بدون هودي لانه. لا شك. اتكل على الله. ما بدي افسكن انا تضرب هاي المسرحية. ما بدي افقسكم بس مضبوط. اصبر. ميرسي على الحضور، ميرسي انكم جيتوا حضرتونا، ان شاء الله تكون عجبتكم المسرحية. بدي اعرفكم على الكاتب الياس الحايك. وعلى المخرج الياس الحايك. اول شيء بدي اشكركم على حضوركم، ان شاء الله تكونوا حبيتوا المسرحيه. بدنا نشكر الياس الهاشم على تمثيله وجمال الصبر والشرب اللي على التيك توك كمان. ميرسي لكم.